اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب. طبعا احنا المره اللي فاتت كنا خلاص انتهينا من جزئيه ان احنا ضفنا مجموعه الالوان للاد نوت بوتوم شيت. يعني لو ضغطنا كده هتلاقي ان انت عندك هنا مجموعه الوان، تقدر ان انت تختار الكالر اللي انت عايزه، وبالفعل النوت بتضاف بشكل سليم بالكالر بتاعها. حلو قوي. طبعا دلوقتي انا كده اعتبر خلاص حطيت التاتشات الاخيره كده بتاعتي، فاضل ان انا لما اضغط مثلا على اي نوت هنا كده، طبعا انا في المكان ده برضو محتاج اديله امكانيه ان هو يedit الكالر لو حابب. يعني هو دلوقتي ممكن يedit كل البيانات دي، فطبعا هو المفروض برضو يقدر يedit الكالر لو هو عايز. تمام. فطبعا تعالى كده نروح على الايديت فيو بودي. انا كده في الايديت فيو بودي اهو. تمام. فانا في المكان ده انا محتاج اضيف الكالرز ليست بتاعتي. يعني تعالى هنا كده، انا عندي بالفعل colors list انا عاملها اصلا، فانا ممكن استدعيها هنا وخلص الموضوع على كده. مش محتاج اعمل حاجه تانية، لكن يعني محتاجين نتكلم شويه في النقطه دي. بس تعالى كده نضيفها الاول. فطبعا اتضافت على طول، واظن هي كده خلصت خلاص. ففاضل بس نقطتين، ان انا اقدر اخلي الانيشال كولر بتاعها هو الكولر بتاع النوت. دي نقطه انا محتاج اعملها، لان انا دلوقتي لازم الكولر اللي هنا ده يكون بالفعل الكولر بتاع النوت اصلا، ما يكونش اي كولر وخلاص. تمام قوي. النقطة التانية ان الكولرز ليست دي هتعمل لي مشاكل لو انا استخدمتها في المكان ده. ليه بقى؟ لان انت لو لاحظت جوه الكولرز ليست فيو، انت بتعمل ايه؟ بتستخدم البلوك بروفايدر للاد نوت كيوبيت عشان تعدل متغير اللي هو الكولر بتاعك في مكان كده في الاد نوت كيوبيت، بحيث ان انت تقدر تستخدمه بعد كده وانت بتضيف النوت. عملناها المره اللي فاتت عشان نسهل على نفسنا موضوع ان احنا ما عندناش اكسس على الكالر. طبعا كان في طرق تانية زي ما قلت لك، لكن دي يعني من الطرق البسيطه جدا. انت عندك كيوبيت جاهز بالفعل، ليه ما تستخدموش؟ استخدمه، هيفيدك يعني. بس دلوقتي بقى لو جينا بصينا على الايديت فيو بودي، فهنا هنلاحظ ان في مشكله. تمام. اول حاجه ان انت ما عندكش اكسس اساسا على الاد نوت كيوبيت، انت ما عندكش اكسس عليه. الاد نوت كيوبيت متوفر بس للاد نوت بوتوم شيت، مش موجود عندك في المكان ده. تمام. تعالى كده نعمل ريستارت، وتعالى كده نفتح الاد نوت بوتوم شيت. يعني دلوقتي انا فاتح الاد نوت بوتوم شيت، فالمفروض ان انا هلاقي الاد نوت بوتوم شيت اهي هنا فيها الاد نوت كيوبيت اهو. تمام. لو تلاحظ الاد نوت كيوبيت دلوقتي عايش موجود وكل حاجه زي الفل، لكن مجرد ما قفلت كده فهو خلاص برضو اتقفل، خلاص ما بقاش موجود. عشان كده لما فتحناه دلوقتي مش هنلاقيه اساسا. يعني بالفعل ما عندناش اكسس عليه، ما فيش حاجه اسمها اد نوت كيوبيت، مش موجود اصلا لان هو مش مفتوح. تمام. لكن لو رحنا هنا هتلاقي الاديت فيو موجوده، فبالتالي انت في المكان ده ما عندكش اكسس على الاد نوت كيوبيت، فما ينفعش تستخدمه. انسى النقطه دي. تمام. وفي نفس الوقت انا مش حابب ان انت تستخدمه صراحه هنا. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا عندي الكالرز ليست دي هي بالفعل شغاله للاد نوت كيوبيت. هل انا مجبر اخليها هي بالظبط تشتغل للاديت فيو؟ لا، مش مجبر. هو انا بالفعل ممكن استخدمها هي، لكن فنفترض دلوقتي لو في تعديلات انا حابب اعملها، زي دلوقتي في تعديلات فعلا انا حابب اعملها، زي ان انا هخلي مثلا الانيشال كولر بتاعها هو الكولر اللي جاي من نوت، وهخلي في المكان ده كود مختلف عن الكود اللي موجود دلوقتي، لان انا عايز اعدل في النوت، مش عايز اضيف كولر وبعد كده اضيف نوت والكلام ده. فبالتالي هنا في شويه حاجات هتختلف. انا في الجزئيه دي بقى مش بحب ان انا احاول اخلي الويدجت بتاعتي تشتغل لاكتر من مكان، خصوصا لو طريقه التعامل مع الويدجت هتختلف بشكل كبير. تمام. لان انا لما بعمل كده الويدجت دي هيبقى الكود فيها اكيد مش مكتوب بشكل كلين. ليه بقى؟ لان انا بقى هضطر اتشيك مثلا هل النوتس فيو دي مثلا تم استدعائها في الايديت نوت ولا تم استدعائها في الاد نوت بوتم شيت، عشان ابتدي اختار انا هنفذ انهي كود، ده ولا ده، وليله كده. تمام. طبعا كتير مننا بيعمل الحركه دي، يعني اكيد كلنا بنحاول ان احنا نمشي بكونسبت ان انا هريوز الويدجت دي، انا هعيد استخدام الويدجت دي، فبالتالي لا في المكان ده هخليها تتشيك ومش عارف ايه والكلام ده. لا، ما تحاولش تعمل كده خالص. الويدجت هي بتاخد بس مجموعه من الاتريبيوتس، خلاص بتستقبل مجموعه من الاتريبيوتس عادي، ماشي، اغير في الاتريبيوتس براحتي. لكن لو حاولت ان انت جوه الويدجت تتشيك انت بيتم استدعائك فين، لا، تقف هنا كده شويه وتبتدي تفكر انا خلاص كده يبقى المفروض ان انا اعمل ويدجت جديده للمكان ده. لان انت لو تلاحظ الكود ده ما ينفعش يتنفذ هنا، ما ينفعش. فبالتالي انا في المكان ده اصلا محتاج اتشيك هل انا شغال في الاد نوت بوتوم شيت ولا شغال في الايديت نوت. فممكن اطلع فوق مثلا اعمل متغير مثلا او حاجه زي كده، او مثلا على اساس البيانات اللي جايه لي لو في بيانات منها بنل مثلا، يبقى معنى كده ان انا في حته تانية مش في الحته اللي انا عايزها دلوقتي. فدي عمليات كده اف كونديشن وتشيك ومش عارف ايه، الحاجات دي بتخلي الكود بتاعك مش كلين،
وبتصعب التعديلات في المستقبل، خصوصا لو انت فجأة مثلا لقيت ان في تغيير كبير في المكان ده عن التغيير اللي بيحصل هناك، فساعتها هتلاقي ان الويدجت دي اصلا مش مساعداك خالص، لان انت محتاج تعمل تغييرات كتير. وفي نفس الوقت لو خلاص قررت ان انت تبني واحدة جديدة، الويدجت اللي موجودة دلوقتي الكود بتاعها بقى بيأدي غرض ملوش اي لازمة، فبالتالي انت محتاج تعمل لها ريفاكتور. ففي الجزئية دي يا شباب نركز مع بعضينا ان انا لما اجي استخدم ويدجت، لو لقيت ان الويدجت دي هضطر اقعد اتشيك فيها انا بيتم استدعائي فين عشان انفذ اكواد مختلفة، يبقى لا، يفضل ان احنا نقف على كده ونبني ويدجت جديدة ونخليها تستخدم في المكان التاني. وخلي بالك في نقطة ان السورس بتاعنا واحد، لان سواء الليست فيو دي او اللي هنبنيها كمان شوية الاتنين بيستخدموا نفس الكالر ايتم، فبالتالي خلاص يعني الحاجة الرئيسية اللي احنا بنينا عليها هي. يعني انت بالفعل لو رحت عملت تعديل في الكالر ايتم هنا هيسمع معاك في الليست فيو دي، وهيسمع معاك في اي ليست فيو انت مستخدم فيها الكالر، فبالتالي ما تقلقش من الموضوع ده، لان انت بالفعل مستخدم نفس الكومبوننت، انت عملت بيزك كومبوننت كده وحطيتها في اماكن مختلفة، فهي انت برضو كده بتعيد استخدام الكود بتاعك لكن بشكل الطف بكتير جدا. فانا بالفعل في المكان ده احب ان انا اروح انشئ ويدجت جديده اسميها ستيتلس ويدجت، واسميها مثلا colors، او اسميها، تعالى نبتدي بالاسم بتاع الويدجت edit note colors list، وناخد الكالرز ليست دي كوبي بيست بس مش اكتر. تعالى كده نروح عليها اهي تمام، او لا سوري مش هي في المكان ده بالفعل بس موجوده تحت. تعالى ناخد نفس الكود بالظبط، مش هعمل اي حاجه تمام، واحطها هنا بس مش اكتر. ودلوقتي نفس الكلام هحط مجموعه الالوان هنا. مجموعه الالوان دي خلي بالك ممكن بالفعل بقى تحطها في مكان تاني، يعني ممكن مثلا لو انا عندي كده constant ممكن احط فيها مجموعه الالوان دي واسميها const، وبعد كده اعيد استخدامها هنا. ليه بقى؟ لان الالوان واضح انها ثابته ليهم كلهم، فبالتالي ممكن بالفعل انت لو حبيت تغير في الكالر يسمع في باقي الاماكن، حبيت تضيف كالر يسمع في باقي الاماكن، فبالتالي لما تخليها هنا انت كده برضو خليت في عندك مكعب رئيسي مستخدمه في اماكن مختلفه، زي مصدر واحد طالع منه ايه تفرعات لاكتر من مكان، فبالتالي لو غيرت فيه هيغير في كل الاماكن، مع انك مش مستخدم نفس الليست فيو بس نفس الكومبوننتس اللي بانيه الليست فيو دي انت مستخدمها برضو في اماكن تانية، فبالتالي التغيير في مكان واحد هيسمع في الكل، فخلاص انت كده حققت اللي انت عايز تعمله بالفعل. طبعا محتاجين نعمل امبورت للكالرز. تعالى بس نغير الاسم ده كده نخليه مثلا كي كالرز لان هو كونست تمام. طبعا تعالى هنا بقى كده نسمي دي ايه، نسمي دي كي كالرز كده تمام. ما تنساش برضو تحطها هنا بس كده خلاص اشتغلت معانا هنا. فنفس الكلام هعمله في الاديت نوت هنا كده تمام اهو، وهسميها هنا برضو كده حلو قوي. تعالى بس نعمل امبورت للكالرز كده تمام، وتعالى نمسح اللاين ده، مش محتاجين اللاين ده اصلا، لكن اكيد محتاجين الكارنت اندكس، يعني اكيد محتاجين الكارنت اندكس بتاعنا، فتعالى نبنيه هنا. تعالى نخلي دي stateful، محتاجين نحط هنا نفس الكلام final end. طبعا هو مش هينفع يكون final بس ماشي خليه دلوقتي، نكتب بس الكود ونمسح كلمة final دي كده تمام قوي. ماشي كده خلاص، كده حطينا الليست فيو بتاعتنا. يعني كده المفروض ان انا هاجي هنا مثلا استدعي الاديت نوت colors list بالمنظر ده كده، فخلاص خلصت الموضوع، واحط هنا const كده. ولو عملت اي تغيير في اي مكان هيسمع معاك في الاثنين، هيسمع معاك في الليست فيو دي وهيسمع معاك في الثانيه، لانها بتستخدم نفس الكومبوننتس بالظبط. فهمت انت الفكره؟ انت خليت في مصدر طالع منك لاكتر من ويدجت، وبرده ما اضطريتش ان انت تجبر نفسك انك تستخدم نفس الويدجت اللي هي الكبيره دي وتقعد تتشيك جواها والكلام ده، لا انت بسطت الموضوع على نفسك اكتر. عشان كده حلو قوي ان انت خلي بالك لما تيجي تبني يو اي تفضل تقسم الكومبوننتس اللي جوه الكومبوننتس اصغر، لان الكومبوننتس اصغر دي انت ممكن تستخدمها هي بدل ما تستخدم الكومبوننت الكبيره، لان ممكن الكومبوننت الكبيره دي ما ينفعش ان انت تعيد استخدامها لان هي مثلا خاصه جدا بالمكان ده، لكن الكومبوننتس الصغيره اللي بتكونها ممكن بالفعل تعيد استخدامها، وبالتالي برضو اي تعديل في الكومبوننت الصغيره دي بيسمع معاك في كل الاماكن اللي مستخدمه فيها، فتحس كده ان كل حاجه مربوطه ببعض كده والدنيا ماشيه كده بشكل بشكل لطيف جدا، كانها ترس كده في عجله تمام. حلو قوي. تعالى كده نكمل كلامنا في الجزئيه دي.
انا دلوقتي حابب قبل ما نختار بس الكالر اللي هنا، اللي يبقى الكالر اللي هو الديفولت بتاع الايديت نوت. يعني في نوت المفروض معانا اهي، المفروض الكالر اللي فيها هو الكالر بتاع مين؟ بتاع النوت دي. قبل ما نعمل الحركه دي تعالى بس الاول اجي على الايديت كالرز دي كده، وهستقبل هنا متغير الا وهو الفاينل نوت موديل، واسميها نوت. هتقولي ليه بتعمل الحركه دي؟ هقول لك ما انا محتاج استقبل النوت عشان اعدل فيها الكالر بتاعها. ما انت لو لاحظت احنا هنا في الكاستم تكست فيلد مثلا كنا بناخد التايتل، تمام، وبعد كده هنا برضو في الكاستم تكست فيلد ده كنا بناخد الكونتنت، وبعد كده لما بنضغط على الاون بريست كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ان انا بغير الفاليو بتاعت النوت للفاليو الجديده، ونفس الكلام بغير الفاليو بتاعت النوت اللي هي السب تايتل للفاليو الجديده. وكل اللي انا بعمله ان انا بعمل سيف للنوت. طب ما انا على فكره كنت ممكن اعمل الحركه دي بالظبط بس اعملها جوه الكاستم تكست فيلد على طول. فانت بالفعل كنت ممكن تحط اللاين ده عندك فين؟ في المكان ده، تمام، ما كانش هيبقى فيه اي مشكله خالص لو عملت كده. بس الفكره كانت كلها في ايه يا شباب؟ ان انت لو عملت الحركه دي هنا، فانت دلوقتي نفترض ان هو ما دخلش بقى سترينج، يعني نفترض ان هو ما دخلش سترينج اصلا، فانت دايما هتفضل تخزن برضو الفاليو اللي جايه لك اللي هي ممكن تكون امتي سترينج اصلا جوه ايه؟ جوه التايتل بتاع النوت. فبالتالي هتخزن كده بيانات مش مظبوطه، يعني هو ممكن ما يكونش عايز يعمل الحركه دي. فعشان كده انا انشأت متغيرين بستقبل فيهم البيانات، بحيث ان انا لو كانت البيانات اللي جايه لي في الحاله دي نل فاضيه اي حاجه ما فيها مشكله، فبالتالي هستخدم ايه؟ هستخدم التايتل بتاع النوت اصلا. فعشان كده ما رضيتش احط اللاين ده ايه؟ في المكان ده بس، فعشان كده عملت الحركه دي. لكن خلي بالك انت كنت ممكن بالفعل تستخدم اللاين ده في المكان ده. فالحركه دي تنفع قوي في موضوع الكالرز، لان انا ممكن بالفعل ابعت له النوت بقى، ابعت له نوت عادي جدا اهي. يعني تعالى كده نبعت له الويدجت دوت نوت دوت نوت كده، تمام قوي، ونشيل الكونست هنا. فكده بالفعل بقى ممكن في عمليه الكليك هنا كل اللي انا اعمله ان انا اقول له خلي بالك انا عايز الويدجت دوت النوت هتساوي ايه؟ هتساوي الكالر اللي انت هتختاره. هو خلاص اختار كالر، يعني هو كده خلاص ما دام ضغط مره واحده فهو كده اختار كالر، ما ينفعش فجاه يلغي اختياره اساسا، تمام. فبالتالي مش هقلق ان هو مش عايز يعدل الكالر في الحاله دي، فمحتاج احتفظ بالكالر القديم. لا، مش هقلق منها اصلا، لان هو لو ضغط كده فهو خلاص اختار الكالر، مش هينفع يعمل اي حاجه غير ان هو مثلا لو رجع من السكرين، ولو رجع من السكرين الكود ده كله هيتلغى. فانا مش محتاج يعني احاول اغير حاجه في الكود ده، فاهم؟ مش عارف سيت ستيت دي كتبت ازاي اساسا، تلاقيني كتبتها من غير قصد، بس مش مشكله. تعالى هنا اقول له من خلال الكي كولرز كده، اقول له انا عايز الاندكس اللي انت ضغطت عليه، وما ننساش ان انا محتاج الفاليو لان احنا بنخزن انتجر لو تلاحظ اهي، وطبعا محتاج اكسس هنا الكالر، تمام. بس كده زي ما انت شايف. فانا كده بالفعل بعدل في الكالر بتاع النوت اهو. ولما يجي يضغط على علامه صح هنا في المكان ده، فانا بعمل سيف لكل البيانات اللي اتعدلت بما فيها الكالر. فانا في المكان ده استقبلت النوت بتاعتي عادي جدا، بعد كده جوه الكليك بتاعتي اكسست الكالر، وبعد كده غيرت القيمه بتاعته. ولما يحب يعمل سيف خلاص، ما هي القيمه بالفعل اتغيرت جوه النوت. يعني المره اللي فاتت كنا بنغيرها جوه الكيوبيت، تمام، لكن هنا دلوقتي احنا بنغيرها جوه النوت. طبعا دلوقتي ممكن تسالني سؤال تقولي طب هل انا كنت ممكن اعمل كده في الاد نوت بوتوم شيت؟ يعني لو رحنا كده على الاد نوت بوتوم شيت، فانت في المكان ده تعالى كده نروح على الفورم، هتلاقي ان انت عندك هنا بتنشئ نوت، تمام اهي، بتستقبل كل البيانات بتاعتك وبعد كده بتخزنها في المكان ده. انت كنت ممكن بالفعل على فكره تنشئ النوت هنا عادي جدا، وتبتدي في كل مكان تديها الفاليو بتاعتها، ونفس الكلام تبعتها للكالرز ليست فيو بتاعتك هنا، نفس الكلام بالظبط، هتبعت لها النوت، وفي المكان ده كل اللي هتعمله ان انت تاكسس النوت وتديها الكالر، وبالفعل الكلام ده هيكون مظبوط، مش هيكون غلط خالص. بس انا المره اللي فاتت قلت لك حل سريع وبسيط عن ان انت تقدر تستخدم الاد نوت كيوبيت عشان تخزن كالر، لان دي بتروح من دماغنا كتير جدا. يعني في كتير قوي بيستخدموا الكيوبيت ولما يحبوا مثلا ان هم يحتفظوا بقيمه متغير ويأكسسوها من مكان تاني، بلاقيهم ممكن يستخدموا مثلا بروفايدر عشان يعملوا الحركه دي. بينسوا خالص ان الكيوبيت بالفعل ممكن تنشئ فيه متغير وتستخدمه عادي جدا، مش ازمه خالص ان انت تعمل حاجه زي كده. فعشان كده انا حبيت اكلمك عن النقطه دي، تمام. لكن مش غلط ان انت تعملها كده، وخلي بالك احب ان انت تجرب، يعني جرب اعملها مع نفسك بنفس الحركه دي بالظبط. تعالى بعد كده بقى نرجع على الكالرز ليست فيو هنا، او اقصد على الايديت فيو بودي كده، تمام. فانا المفروض دلوقتي يعني تعالى كده نجرب بقى نعمل ايديت لكل البيانات بتاعت مثلا اي نوت، تمام. هو كده فاضل لنا يعني تعديل بسيط كده فيها كده وخلاص تبقى خلصت.
تعالى ندخل مثلا على دي كده، عايزين نعدل مثلا التايتل، تعالى مثلا نكتب نيو نود كده، وهنقوله هنا مثلا نيو بادي. تعالى مثلا نخلي الكالر بتاعها الكالر اللطيف ده، وهنا مش نافع اعمل كليك لان انا مسحت ستيت من هنا، معلش. تعالى نحطها تاني ونعمل كنترول اس، ماشي اتغيرت اهي. فتعالى بقى نعمل صح كده، هتلاقي ان انت عندك اهي اتغيرت نيو نود نيو بادي، والكالر بتاعها اتغير وكده، كل حاجه شغاله سليم الحمد لله. ماشي حلو قوي. دلوقتي بقى انا محتاج احدد الانيشال كالر بتاعي. خلي بالك ان انا هنا مش محتاج احدد current index خالص. ليه بقى؟ لان انا المفروض استقبل الانيشال كالر اللي جاي لي من النود اصلا، يعني من البدايه خالص كده المفروض الكالر بتاع النود ده هو الانيشال كالر بتاعي. فانا هنا ممكن اعمل حركه لطيفه جدا. انا عارف ان انا معايا الكالر جوه النود، تمام؟ فانا عايز اجيب الاندكس بتاع مين؟ بتاع الكالر ده. تعال نشوف هنعمل الحركه دي ازاي. في كل الاحوال انا محتاج بالفعل متغير هنا اسمه int وcurrent index، يعني ده شيء انا اكيد محتاجه. ليه محتاجه؟ لان بالفعل الكارنت اندكس ده اللي انا هستخدمه عشان في المكان ده احدد الايتم دي اكتف ولا لا، فانا محتاج الكارنت اندكس. لكن الفكره كلها ان انا محتاج ادي فاليو للكارنت اندكس، والفاليو دي المفروض انها هتمثل الاندكس بتاع الكالر بتاع مين يا شباب؟ بتاع النوت اللي جايه لي. فعشان كده هروح على الانت ستيت وهكتب اللوجيك بتاعي في المكان ده، يعني اللوجيك او مجموعه الاكواد اللي تنفذ النقطه دي في المكان ده. ليه في المكان ده؟ لان خلي بالك الميثود دي بتتنادى قبل ما الويدجت دي تتبنى. بمعنى ان انا دلوقتي لو حابب ادي فاليو للاندكس ده قبل ما يتم استخدامه هنا، فبالتالي لازم استخدمه جوه الانت ستيت. ما انا دلوقتي خلي بالك مش مديله اي قيمه، وممكن هنا احط له حاجه اسمها ليت، كيورد كده اسمها ليت. شايف الايرور اختفى ليه بقى؟ ليت دي بتضمن لي ان المتغير ده يفضل نون نالبل، تمام؟ يعني هيفضل نون نالبل، وبتقول له خلي بالك المتغير ده اكيد هياخد قيمته قبل ما يتم استخدامه. فهمت انت الفكره؟ يعني من الاخر كده انا دلوقتي لو ما اديتهوش قيمه وشلت ليت، فهو بيجبرني ان انا اقول له خلي بالك المتغير ده نالبل. ليه نالبل؟ لان ممكن لما يتم استخدامه قيمته تكون بنل، لان هو بنل اصلا. فبالتالي انت بالفعل لما تيجي تستخدمه لو ما اديتهوش قيمه هيكون ايه؟ هيكون بنل. لكن ليت بقى لطيفه جدا، ليت بتحمينا من الحركه دي، لان انا ممكن بالفعل المتغير ده انا مش عايزه يكون نالبل، تمام؟ انا عايزه يكون نون نالبل. فبالتالي انا بقول له هنا ايه؟ بقول له خلي بالك الكرنت اندكس هو دلوقتي ما عندوش قيمه لكن خلي بالك كمان شويه هياخد القيمه بتاعته، والوقت اللي هياخد فيه القيمه اكيد هيكون قبل وقت استخدامه. وبالفعل انا جوه الانت ستيت لو اديته القيمه بتاعته، يعني لو جيت هنا قلت current index بيساوي 0، فانا كده اكيد الكرنت اندكس هياخد الفاليو بتاعته قبل ما يتم استخدامه في المكان ده. حلو قوي. فانا في المكان ده شباب ممكن بالفعل اديها ايه؟ اديها الاندكس بتاع الكالر بتاع النود. تعالى كده نشوف هنعمل الحركه دي ازاي. انا دلوقتي عندي الكي كولرز دي ايه؟ دي الليست بتاعتي، مظبوط؟ فانت دلوقتي من خصائص الليست ان انت ممكن تضغط دوت وتقول اندكس اوف، تمام؟ يعني اندكس اوف دي انت بتديها الاليمنت وهي بترد عليك بالاندكس بتاع الاليمنت ده على طول، تمام؟ فانا بالفعل معايا الاليمنت اللي انا عايز ادور عليه اللي هي النوت، او في الحاله دي ويدجت دوت نوت. تعالى نقول ويدجت دوت نوت كده، واقول الكالر بتاعي. بس خلي بالك الكالر هنا انتجر، وانا محتاج الكالر يكون ايه؟ يكون لون، تمام؟ ما يكونش انتجر، فبالتالي محتاج احوله من انتجر لكالر عادي، تمام؟ فطبعا في الحاله دي انا هاجي في المكان ده كده واستخدم كالر ويدجت عادي جدا، وفي المكان ده اديها الانتجر بتاعها. فانا بالفعل كده انا بقول له ايه؟ بقول له روح لي على الكالرز ليست بتاعتي وهات لي الاندكس اوف الكالر اللي قدامك ده، وبعد كده استخدم لي الاندكس في المكان ده. فهتلاقي دايما الانيشال كالر بتاعك هو الكالر بتاع مين؟ بتاع النوت. الموضوع بسيط جدا، تمام؟ فتعالى بقى نجرب نطبق الكلام ده ونشوف هل هينفع يتعمل ولا لا. يعني تعالى مثلا ندخل على النوت دي برضو، فهتلاقي الانيشال كالر بتاعها اهو بالفعل موجود هنا لو تلاحظ يعني. وبالفعل انا كده ممكن بقى اغيره مثلا لحاجه تانية واعمل كده تشيك، هتلاقي ان بالفعل الكالر بتاعك اتغير اهو. نفس الكلام لو ضغطنا هنا مثلا هتلاقي ان الكالر بتاعك اهو، تمام؟ ممكن اغيره واخليه ده مثلا، هيبقى افتح شويه يعني. نفس الكلام في دي اهو الكالر بتاعنا، ممكن اغيره واخليه مثلا فلنفترض ده كده ونعمل تشيك، هتلاقيه اتغير. فزي ما انت شايف كده الموضوع لطيف جدا. وبالفعل هنا انا بستخدم الانت ستيت في الكالرز ليست دي، على عكس الكالرز ليست التانية ما بستخدمش فيها الانت ستيت. عشان كده قلت لك يفضل دايما تفصل ما بين الحاجه وبعض، يعني ما تقعدش تحاول تخلي الويدجت دي بالعافيه تشتغل في اكتر من مكان. انت كده هتجبر نفسك ان انت تكتب كود مش كلين خالص. لكن لما تخلي كل شيء
مسؤول عن حاجه والدنيا لذيذه، هتلاقي ان الكود بتاعك كلين ومفيهوش مشكله خالص. وفي نفس الوقت انا ما عملتش اي حاجه، انا اخدت كوبي للليست مش اكتر، والاتنين بيستخدموا نفس الحاجات بالظبط، فتعديل واحد في مكان هيسمع معايا في كل ايه، في كل الاماكن. حلو قوي. تعالى بقى ناخد الليست دي كده في مكان تاني. احنا كده خلاص خلصنا التطبيق، خلي بالك يعني الحمد لله كده ممكن نحتفل بقى ان احنا خلصنا التطبيق اللذيذ جدا ده. هنقول هنا مثلا colors او edit node colors list view dot ونحطها كده في المكان ده. وبعد كده هنا اعمل import للماتيريال dot ونعمل import للموديل برضو import للcolors، وكده خلاص خلصنا كل حاجة. حلو قوي. في لسه ايرور هنا الكالر ايتم. تمام ماشي. بس كده احنا كده خلصنا التطبيق بالكامل. خلي بالك كده مش فاضل اي حاجه تانية. يعني يمكن الاجزاء اللي فاضله هي بس ان احنا مثلا نظهر سكسس مسج في حاله لما كان بيضيف نوت، ودي انا شايفها يعني مش حاجه مش ضروريه قوي ان احنا نعملها اصلا، بس هنعملها كاضافه للتطبيق. او يمكن ممكن انت تعملها، يعني انا شايف ان كده زي الفل. انت ممكن انت تعمل الاضافات اللي فاضله دي، زي ان انت مثلا هنا اد نوت كده، لما يجي مثلا يضيف نوت فنفترض نيو نوت، وهنا مثلا كونتنت، تعالى نكتب كونتنت كده، ويختار مثلا كولر ويعمل اد نوت. هي بتضاف على طول بالفعل في المكان ده، بس مفيش برضو مشكله ان انت تظهر له كده حاجه من تحت تقول له خلي بالك تم اضافه النوت بشكل سليم، بس مش اكتر. ونفس الكلام لما يروح ويعمل اديت. يعني دي اللي فاضله ممكن انت تعملها. هو انا ممكن تلاقيني كاتبها في الكود واعمل لها بوش وخلاص، لان انا شايف ان هي بسيطه. بس زي ما انت شايف التطبيق ده كده بالكامل انتهى معانا. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.